فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكل من يتابعنا ويشاهدنا عبر الجزائرية الخامسة قناة القرآن الكريم، معكم ومع البرنامج اليومي الإفتائي مجلس الذكر والفقه هلا سألوا، ومع صاحب الفضيلة فيه أستاذنا وشيخنا الدكتور سعيد بوزي. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، أهلا وسهلا. ويسعدنا أن نتواصل بالإخوة والأخوات على الأرقام الهاتفية 021 39 42 42 أو 021 39 43 43 بعد بيان موضوع اللقاء. مشاهدينا الكرام، أحبة الإيمان، الدين الحنيف الذي من الله به علينا ورضيه لنا وأكرمنا بالانتساب إليه قد بني على أسس متماسكة وقواعد مترابطة، إذا اختل منها شيء تصدع ما سواه، وإن من بين هذه الأركان العظيمة ركنا تساهل الناس فيه وعمت الغفلة عنه لضعف الإيمان في النفوس والقلوب وإيثار العاجلة بزينتها ومادياتها على الآجلة الباقية. هذا الركن هو ركن الزكاة. الزكاة في الإسلام دكتور سعيد ليست ضريبة تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء، بل هو غرس لمشاعر الرأفة والرحمة بين الناس، والله أعطى للغني الكثير وطلب منه القليل وجعله حقا للفقير. أكيد أن المعاني كثيرة وكثيرة، لو نقف على بعضها معكم في هذا اللقاء. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على 5. فهذا الحديث يبين لنا بوضوح ركائز الإسلام وأسسه. الركزة الأولى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الركزة الثانية إقامة الصلاة. الركزة الثالثة هي إيتاء الزكاة. والركزة الرابعة صوم رمضان. والخامسة حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يفهم من هذا الحديث ومن قوله تعالى في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أن الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد اقترنت الزكاة بالصلاة في 27 موضعا في القرآن الكريم بشكل مباشر، والمجموع 30 مرة تقترن فيه تقريبا الزكاة إشارة وارتباطا. نعم، بيانا لأهمية الزكاة. فالزكاة هي إذن الركن الثالث من أركان الإسلام، والزكاة فرضت في الإسلام في السنة الثانية للهجرة النبوية. والزكاة عبادة مالية اجتماعية اقتصادية متعددة المقاصد والأبعاد. دعني أشرح وأوضح هذا المفهوم. حينما نقول الزكاة عبادة مالية أي متصلة بالمال، فالأموال هي أوعية الزكاة: الذهب، الفضة، النقود بمختلف أنواعها، والأسهم، عروض التجارة، والماشية، يعني وغيرها من أوعية الزكاة. فهذه الزكاة عبادة مالية أي متعلقة بالمال، أي وعاؤها المال. هذا من جهة. من جهة ثانية الزكاة عبادة اجتماعية اقتصادية أي متعددة الأبعاد. فمن مقاصد الزكاة رفع الغبن عن الفقراء والمساكين والغارمين، الأصناف 8 الذين ذكروا بوضوح في سورة التوبة في الآية رقم 60: إنما الصدقات أي الزكوات والزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية رقم 60 من سورة التوبة. إذن فهموا بأن الزكاة هي عبادة
مالية اجتماعية اقتصادية تنموية، يعني عندها أبعاد كثيرة جدا. حتى البعد النفسي راه موجود. أذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، الفقراء حينما يعني يستقبلون أموال الزكوات من الأغنياء، لا شك أن هذا الفعل أو هذا العمل له بعد نفسي مؤثر في نفوس الفقراء. فلا ينظر هؤلاء الفقراء الأغنياء نظرة انتقاص، ولا يبقى في قلوبهم لا حقد ولا حسد إطلاقا، بل هم يعني يستقر في نفوسهم أن هؤلاء الأغنياء أدوا ما عليهم من حقوق، كما قال القرآن في سورة المعارج: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وحنا بالدارجة نتاعنا نقول حق ربي، حق ربي، يعني هذه حقوق يعني تقدم الفقراء والمساكين. وورد كما نعلم في تاريخنا الأصيل عند الفلاحين زمان، حينما يعني يأتون بالنعمة نتاعهم بالقمح والشعير وكذا، يعني ما يدخلوهاش أصلا، يعني هذيك الزكاة أو العشور كما نقولوا ما يدخلوهاش حتى لديارهم. يعني يقول لك هذا حق ربي، حق الفقراء والمساكين، لا يتبعه، يعني لا يتبعه هذا مباشرة، يخرجه ويوصله إلى المستحقين لهذا. إذن وربي قال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذا هذه باختصار. ثم نقول أيضا أمر آخر مهم ذكرته أنت يا أخي محمد صالح في مقدمة الحديث. قلت ربي سبحانه أعطى الناس الكثير وطلب منهم القليل. حقيقة سبحان الله. يعني إذا كان واحد أعطى له ربي مثلا أعطى له 200 مليون سنتيم، يعني 2 مليون دينار مثلا، وبالشروط الأخرى سنذكرها إن شئتم بعد حين، يعني شروط باختصار شديد. فاللي أعطى له ربي سبحانه عز وجل مبلغ 200 مليون سنتيم، أولا يعني يتمتع بها ويستثمرها ويدير بها واش يحب، طبعا في دائرة الحلال خلال عام كامل، ويحول عليه الحول، يحول عليه الحول. بعد حوالا الحول على هذا المبلغ الذي تجاوز من النصاب بكثير، هنا يطالبه القرآن، يطالبه الشرع الحكيم بمبلغ مقدر بربع العشر، يعني 2.5%. يعني 200 مليون سنتيم مضروبة في 2.5 مقسومة على 100 يلقى شحال؟ 5 ملايين، يعني 50,000 دينار جزائري. 100 مليون 25,000 دينار، و100 من الأخرى 25,000 دينار، المجموع 50,000 دينار، يعني 5 ملايين. تبقى له 195 مليون سنتيم في يده. ربي سبحانه وتعالى الكثير وطلب من الكثير القليل. وربنا قال في آية القرآن: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، لنتأكد بأن ملكية المال للإنسان ليست ملكية مطلقة، إنما هي ملكية التفويض واستنابة وإنابة، وكذلك ملكية استخلاف كما قال القرآن: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالله قد أعطى الكثير وطلب من الإنسان القليل. وهذه الزكاة حينما نسمع هذا الكلام عن الزكاة لازم نفهموا بأنه عندها شروط. نعم. يعني من هذه الشروط الشرط الأول الملك التام، معنى أن يكون الإنسان مالكا للمال ملكية تامة. مثلا واحد يملك 85 جرام من الذهب، ولا يملك 595 غرام من الفضة، ولا يملك 39 مليون و250 دينار بالدينار الجزائري، ولا 2735.3 أورو يعني أوروبي، يعني وغيرها بجميع العملات. يعني اللي عنده مثل هذا المبلغ، هذا النصاب، ماله هو يملكه ملكية تامة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون فائضا عن حاجته الأصلية. الشرط الثالث أن يحول عليه الحول. الشرط الرابع القابلية للنماء. يعني هذه شروط يعني مذكورة في شرع الله عز وجل، كلها تيسر وأن يحول عليها الحول. وبالتالي إذا كان توفرت كل هذه الشروط يقدم القليل وقد أعطي الكثير. ومانع الزكاة إذا كان في إشارة خفيفة له عقاب شرعي في الكتاب والسنة في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة يتولى رب العزة جل جلاله الذين يمنعون الزكاة ويمنعون الماعون، الذين لا يزكون أموالهم. وفي الزكاة يعني هم المستفيدون في الحقيقة، لأن الزكاة من معانيها النماء والبركة والصلاح، ومن معانيها كذلك التطهير، معنى ماله يتطهر. عقاب في الآخرة وعقاب في الدنيا.
أن نمنع القطر ونمنع بعيد الشر، يعني يكون ما كاينش المطر، ما كاينش هذا. الله عز وجل يعاقب الناس إذا منعوا الزكاة. وكذلك والعقاب الدنيا يتولاه ولي الأمر في دار الدنيا تمهيدا للعقاب في يوم الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. اللهم امين امين. دكتور سعيد، شكرا جزيلا لك على هذا البيان لهذه الفريضة العظيمة، فريضة الزكاة. إذا نستقبل مكالمات الإخوة والأخوات على الأرقام الهاتفية 021 39 42 42 أو 021 39 43 43 بعد سماع لأذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة الجزائر وما جاورها من مدن. ونعتذر لإخواننا وأخواتنا عن عدم ظهور الأرقام لتعطل الخدمة. إذا نسمع لصوت المؤذن. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. مع موبيليس أينما كنتم اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. مع موبيليس أينما كنتم. اطلعتم على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. إذا تحية لكم إخواني أخواتي، وأهلا ومرحبا بكم مجددا عبر برنامج هلا سألوا. إذا دكتور، للإشارة والفائدة، زكاة الأورو لهذا العام كم؟ يسأل كثير من الإخوة والأخوات في أوروبا وفرنسا تحديدا عن نصاب الزكاة. هل لديك معطيات حول الموضوع؟ نعم. بالنسبة للجزائر معروفة. نعم. يعني نذكر مرة أخرى 39 مليون و525 ألف، يعني نعم. 250 دينار. حسب الغرام على 4600 دينار. نعم، يعني وهو يعني قيمة 85 غرام من الذهب. 20 دينار ذهب بالوزن الحالي الحديث 85 غرام. يعني بالدينار نتاعنا يعني 39 مليون و500 و250 دينار. نعم، 25,000 و25,000 هكذا باش يفهموها كامل الناس. بالنسبة للفضة يعني 200 درهم بالوزن الحالي 595 غرام بالنسبة للفضة. بالنسبة للأورو 2735.3. هذا هو النصاب بالأورو هذه السنة 1437 للهجرة النبوية. نذكر إذن 2735.3 أورو. من ملك هذا المبلغ وحال عليه الحول فيخرج منه زكاة المال. بارك الله فيك دكتور، شكرا جزيلا. إذن مع المكالمات، إذا فيه مكالمات يا نادية نستقبلها. من دراريا الأخت مريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي، تفضلي. فضلك أنا حابة نسقسيك أخويا. السؤال الأول دوكا ما يخص صيام تاع عاشوراء. نعم. على الجمعة وإنعم عليك الله بالجمعة والسبت. اسك دوكا نصوموها نورمال الجمعة والسبت، اسك نصوموا الخميس والجمعة والسبت. السؤال الثاني، عاشوراء يوم السبت إن شاء الله. العاشوراء يوم السبت، يعني بصح نصوموا 9 والعاشر. نعم. إنعم عليك الله. السؤال الثاني، عندي مرت خويا يماها غير كيما ماتت بزاف تبكي، بزاف دير كي الدراري تبكي، يعني بزاف كما نقولوا بزياده. ماتت يماها؟ هي ماتت يماها بصح بزاف ما صبرتش عليها، يعني شغل الحكم تاع جهلت. يعني بكاء فقط، هل تفعل أشياء أخرى غير البكاء؟ لا، نهار خرجوها لي كانوا يندبوا شويه بحناكهم، بصح ومن بعد خلاص بشويه بدات، بصح مازالت تبكي بالشوقه. الله يصبرها ان شاء الله، الله يصبرها. كل مؤمن ان شاء الله. امين. وعندي سؤال ثالث. تفضلي. هذا رجل اختي اذا تفضلك، رجل اختي يحب يصوم غير النهار، عنده طبيعه ما يحبش يصوم 9 و10، يقول لك نصوم غير العشر. شكون هذا؟ رجل اختي. زوج اختك؟ نعم. صافي ولا في نورمال، يعني ما عنده حتى احراج ولا لا. نعم، واضح ان شاء الله. نعم، ربي يتقبل ان شاء الله. عندي سؤال رابع والاخير، اسمحوا لي على الاطاله. تفضلي. يجي تفضلك. عندي هذا مرت خويا، هذه بدات عليه ما ماتت، خويا ما ينفقش عليها ولا شيء، يعني باش تدواء يطولها ماليها ويزيد يشد عليها كاش ما يشري لها دواء. فهمتني؟ نعم. نعم عليك الله. شكرا. صافي دوكا هذا في الحكم تاعو والو، ما يصلي ما والو، انا ضد تاعو بصح ما راسو يابس. شغل من داك والله يا خويا، من داك نتهمه بشيوعيه، شغل مع داك كيقعد يعرف الدين، مي كيقعد يفتي لك لا اله الا الله محمد رسول الله. يهدر في الدين هو لا علاقه بالدين. يعطيك الصحه. الله. واضح يا مريم، للاسف. صحيت خويا. شكرا. سمح لي. نعم، فيه مكالمات بعدك يا مريم، لا نطيل عليها رجاء، الله يحفظك، لا نطيل على اخواننا واخواتنا. كريمه من تيزي وزو. نعم. الو، مساء الخير عليكم. مساء النور.
باش ما نطولش نروح ديريكت، معليش نهضر بالامازيغيه. نعم تفضلي لك ذلك. دكتور بويزري، مساء الخير في الاول. مساء الخير العسلامة. والله العظيم ماشي الشهر سي دي زانيت سيخ كونتاكتي روح عاد ما البيرونك كي كيزي وزوج غيان معليش هكذا بوزي على كيستيون ديريكت. تفضلي. دكتور بويزري. نعم. فوالا فيفا خايدينيخ فيفا نكاك يسمى يفكر دوك خامن. ومن بعد إلا المشكل إلا بروبليم فنيه ضربي وتماك وركازيس ماشي ما كيسمعوك ماشي ما يضحكوا كون ديتاي الوغ خدمني بروبليم باش يكسنا خامني ياك دكتور بويزي صلغيين سلغ مليح ايوا. ومن بعد فافا مي غيفكو كي خامس تين دوناسيون ديال يخدم ومن بعدك اسماتني وساوني دناني دثاني بغا تيكس روح كسيت ريشه في من ميم لا في سم برغازيم خاطر الناس بدل راسي سم ويزمان تيكس يمكن راه داخل في من مي نورمالمون كنا en 2008 ياك طبيب ايوا. ومن بعد مي صار في من مي معليش سي بون كرا لا تو فا بيان. Alors, ça fait des mois, j'ai appris que à chaque fois c'est là qu'il y a un problème, mais il y a un problème, le directeur des domaines ici il est باللي voilà خماجي غساني ساسي la cause في سمي وكيف في سم بابا ils ont essayé mon beau-frère قال وين يكسر لي دومين il a essayé يخدم يريس من بابا je ne sais pas comment ça s'est passé mais vrai غاديني اسك امي ثورة اسك خماجي توجور ينوخ امي زيارة اكمل جوابك معليش ولت مادام فيك ثورة ذكور تالوف ماشي يعني السؤال تجاوب ثورة اثن جني مرون تليفوني مدينة ان شاء الله اثن غادي نذكر ثلاثه توضح غامي ثمسه التليفون مشي يعني نخدم ذوك السكاسه جديد يعني لا نوفيل ميثود يعني مشي نخدم ان شاء الله كسغ الوليم اكمل جاوب غولت ما كسغ الوليم. معليش سؤال ويسين. تفضلي. معليش نعني كطريف سليخ بونس كيني وفيه القناه الخامسه انا سينا كانت توالي غوخا الله يبارك. الوغ سليخ الشيخ يناد باللي الشهر المحرم اشهر صديق احسن شهر الصيام. الوغ نكيني شيخ بويزري نكيني امراه تزومخ كلاكيت تزومخ الحسنات وكاين لنا من شهر رجب وزمخ شهر كامل شعبان وزمخ 15 يوم تزومخ الكل. الوغ فايغ في مار شهر محرم كي تزوم اثنين الخميس ايام البير مي فايغ في مار شهر محرم كي اسكي لاقا تزوم شهر كامل نغال كملا كانت اثنين الخميس ايام البير فيغني 19 تاكي اسكا تزوم الجو تاع عاشور ناس الايام لا شحال يلاقا تزوم امي كي لاقا تزوم شهر المحرم. اكمل جاوبت ما بارك الله فيك صح. شكرا لك. نعنيك دعوة سي ورقازي وكذوراوي والظلل. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا دعوة الخير. يعطيك الصحة دكتور بويزي. نعنيك وتتياسي وليدة في مسالتني جام زوار. كان تليفوني مارولت مثلا نادي ايوا. صحيت نورمالمون صحيت. سمية من خنشلة نعم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا حابة برك نسقسي ما ماشي حبيت نسقسي على كيما نقولوا العجوز اللي تدخل بين الزوج وزوجها. نعم. هي وحابة نسقسي سما المراه كاسما كي بعد ما سما بعد الزواج عم بالها باللي راجلها عقيم. ما فهمتك يا سمية. نعم. ما فهمت سؤالك. زوجها عقيم. قلت لك زوجي عقيم. نعم. بصح هكا دخلت في دوامه هكا بين طلاق وبين ما فهمتش روحي. حابة حبيت ما تنصحوني اذا كان انايا طلبت طلاق اسكو حرام عليا ولا لا. وثبت انه عقيم زوجك. هي. وانت تريد حابة تطلبي طلاق وخايفة من الإثم. نعم. واضح يا سمية. صح. مع السلامة. السلام. نعم إلى غير سمية يا نادية، هل فيه مكالمات؟ نعم. إذا دكتور نجيب
نجيب الأسئلة الواردة إلينا. معنا رشيد من البليدة وصليحة من عين طاية. رشيد يسأل: هل تزكى أموال اليتيم القاصر؟ نعم. الجواب: ذكرنا في مقدمة لقاء اليوم أن الزكاة عبادة مالية. ما دام هناك يتيم مالك للنصاب وحال عليه الحول، يعني توفرت الشروط ذكرناها في مقدمة لقاء اليوم، فإن المخاطب بإخراج الزكاة عنه وليه. يعني القاصر الصبي ممكن إنسان يموت ويخلي ولاده صغار يتامى، خلهم أموال، خلهم تركة، خلهم دراهم. الآن عنده ولي أمره، إما الوالدة نتاعهم يعني نتاع اليتامى، ولا عمهم، ولا اللي كان تما، ولا جدهم. هؤلاء هم المخاطبون بإخراج الزكاة عنهم هكذا، لأن المال هو الذي يجب أن يزكى. وكذلك بالنسبة للمجنون، ممكن أخ صح واحد يكون مهبول مجنون وعنده أموال، كيف يعني صافي ما يزكيش؟ يزكي، لأنه المال، الزكاة متعلق بالمال. هذا هو الجواب باختصار ربحا للزمن. أسئلة أخرى محمد صالح؟ في مكالمات طبعا. مرحبا. معنا أم طارق. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. أهلا يا أم طارق. بيكم نجيك، الله يسلمك. تفضلي. عندي بعض الأسئلة. اسمعيني من الهاتف. نقصي التلفاز يا أم طارق. زيد فضلك خويا. واختصري في الأسئلة، الله يحفظك. الله يسلمك. نعم. عندي زوجي توفى عام الأول، رحمة الله عليه. نصفية تاع رمضان. رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين. وكان مات موت مفاجئ، يعني حنا قاعدين نتعشاو هكذاك، صلى المغرب وجاء تعشى برك ومات على الكرسي، مدينا نصفيو للسبيطار مات. مالك مات هكذاك مغفوت. الغد في ديك الساعه من بعد ولا واحد طهروه في الليل، اللي طهروه نساو ما دارولوش الريحه، ما دارولوش العطر، داروا له الصابون وغير ذلك، داروا له كلش، داروا له الحنه، ما دارولوش الا العطر. كي ما لقاوش في الليل قالوا لهم غدوه الصباح ان شاء الله زيدوا ديروها له. للغدوه من هذيك الفاجعه تاع ولادو هذيك نساو. نساو ما دارولوش. نعم. لا علاش ولا واش الحكم نتاعو؟ واضح ان شاء الله. والله نصدق عليه، والله كيف يعني نصدق عليه العطر ولا؟ لا ادعي له ان شاء الله يا ربي يرحمه. ان شاء الله، الله يرحمه برحمته. امين يا رب. وسؤال ثاني، عندي اختي اكثر مني. نعم. وتزوجت مؤخرا، تزوجت بواحد السيد، وقعدت عنده 12 سنه كي مات، قعدت مع الولد تاعو الصغير اللي هو ربيبها، قعدت معاه ومن بعد ولات تخلص. كي ولات تخلص ولا هو يدي الدرهم تاعها، ولا هكذا دينا نقول كلي هكذا يقول لها ما وذاك بصح يدي حوايجها، وكل استغلها هي كل هكذا شويه كي يجي هكذا استغلها يدي حوايجها كامل. اسمحي لي، هذه اختك تزوجت بواحد ومات؟ اي مات، قعدت عنده 15 سنه. خلى بنو اللي هو ربيبها. اللي قاعد معاها في الدار. وي يدي لها دراهمها، يدي الدراهم كي يخلص يعطيها 100 ولا يتصرف يعطيها غير 100 ولا 200 ولا، ويدي الاخرين. وهي انا قلت لها قولي له يعطيك نص ونص حكني باش تلك انت تروحي للعمره ولا. هذه منحه تاعها ولا تاع؟ اسمحي لي يا ام طارق، هذه المنحه هذه الخلاص تاع زوجها اللي مات ولا تاع دراهمها؟ تاع زوجها، ما عندهاش هي، تاع زوجها، تاع بابات الطفل اللي معاها. نعم. ايه الله ينعم عليك. دوكا نحوس السؤال، لا كان نقدر نتكلم عليها، لا عندي الحق نتكلم عليها ولا ما نتكلمش، برك هذا ما كان. وهي حاشمه من ربيبها ولا كيف؟ هي حاشمه من ربيبها تهدر معاه؟ هي تحشم منه، قالت لي بنينه، قالت لي ما تقولوا له حتى كلمه، خليوه. شحال في عمره هذا؟ في عمره 42 وهي في عمرها 61. نعم، واضح ان شاء الله. هذا ما كان، ونشكركم على الحصه ونشكركم على كل حاجه. بارك الله فيك. هاي بالسلامه وربي يجيب الخير ان شاء الله. امين. ام محمد معنا. نعم. محمد من سيارك. محمد. وعليكم السلام. وعليكم السلام اخي كريم. مرحبا اخي، معذره. عندي سؤالين وارجو الاجابه عليهم ان شاء الله. عندي السؤال الاول، عندي الوالد
اعترض لك الزواج من ابنها، طفلة تعرفت عليها اعترض لك الزواج، وقعت لي مشاكل ما بين أهل البنت. نعم. سمعت هذا الكلام في هذه الحالة يا الكورة ناخذ الوالد تاعي وندير كما يقولوا نخطب الطفلة ولا نتبع كما قال لك اعتراف تاعو. فهمت سؤالك؟ فهمتني أخ كريم. منعه والده من الزواج ببنت. باباك منعك من الزواج بهذه البنت. هناك سبب. طريقة الزواج من بنت. نعم. وما حبش يجيب هذيك كما نقولوا بقات هذيك الطفله قالت لي هذيك اللي ما نجيبهاش، وانا هذيك الطفله عرفتها ونعرفها وتقدمت لباباها وخطبتها من باباها وعطاها لي. ملي باباها طلب يجي حضور الوالد ضروري، والوالد ما حبش يحضر في الزواج من هذيك الطفله. يا هل نتكسر بنفسي دون ان نوكله في الامر ولا كيفاش الامر يا شيخ؟ فهمت السؤال تاعي مفهوم؟ واضح ان شاء الله. واضح. والسؤال الثاني عندنا هنا واحد العادات واحد التقاليد، الذهاب الى الولي الصالح والذبح وكما تسمى بالوحده. نعم. فمن هنالك من يقول لك الطعام الذي يحضر حرام، ومن هنالك من يقول حلال. يفعل كما نقولوا الوحدات، احنا هذو الزردات يجتمعون يوم خاص يقولوا وحده سيدي فلان. في هذه الحاله اسكو هنا حلال ولا حرام الذهاب عند مقام ضريح واكل والاكل والماكله كيديروها في ديارهم، نقولوا الطعام يحضر في البيوت، كل شخص ياخذ جماعه وكلهم يقولوا لسبيل الله. لكن حلال ولا حرام؟ واضح ان شاء الله. وربي يجزيكم خير وشكرا جزيلا. الله يبارك فيك، شكرا يا محمد. نعم. نواصل في الأسئلة الواردة دكتور إلى البرنامج. صالحة من عين طاية سألت عن إعطاء زكاة المال للأخ المحتاج الذي يعيش مع أهله وأولاده مستقلا عن البيت. يا أختي صالحة، عندك أجران: أجر الزكاة صدقة، وعندك أجر الصلة، صلة الرحم. يعني أنت عندك زكاة المال يجوز باش تخرجيها تعطيها الخوك اللي راه محتاج كما قلتي في سؤالك، مادام يستقل بمسكن، يعني يعيش وحده مع زوجته وأولاده، مادام محتاج يدخل ضمن الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة في الآية رقم 60. هذا أيضا يجوز. عندك أجران: الأجر الأول صدقة للزكاة، يعني راكي برأتي ذمتك بأنك أخرجتي الزكاة المستحقة. والأجر الثاني أنه فيه صلة رحم، لأنه أكيد هو يقول أختي عندها دراهم، يعني يتمنى باش أنت تفكريه، يعني مع الإشارة أنه يا إخواني أخواتي ما تبقاش غير الأموال تدور داخل الأسرة الواحدة دولة بين الأغنياء. لا، هذه لا ما نسوي. هناك فقراء، هناك مساكين، هناك مغابن، هناك اللي ثقل عليهم الدين حاجة كبيرة بزاف، يعني الغارمون. إذا ما تبقاش غير الأموال تدور داخل الأسرة. وربما كنصيحة كتوجيه، إذا باش تخرجي مثلا 5 ملايين ممكن تمدي النص لخوك والنص آخر تمدي الفقراء اللي بعاد، يعني ماهوش يكونوا فقط في العائلة. أنا درت هذه الإشارة قصدا لأنه أحيانا كانها ظاهرة، يعني تدور الأموال فقط في أسرة واحدة. من حيث الجواز الشرعي يجوز ذلك يا أختي صالحة. بارك الله فيك دكتور. إلى المتصلة مريم من ذريا اللي سألت عن صيام يوم عاشوراء لأنه سيصادف يوم السبت. سألت عن صيام الجمعة والسبت وكذلك الأحد، هل يصام أو لا؟ الله يبارك. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر، يعني القصة معروفة، يعني سترى بتفاصيلها يومها إن شاء الله كموضوع افتتاحي إذا شئت يا أخي محمد صالح. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجده كذا كذا إلى آخره. السبت اليهود. نعم. الجمعة مسجلة والسبت خلاص يبقى نقول الآن إن شاء الله. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ما شاء الله، بارك الله فيك محمد صالح، شكرا سمعا وطاعة. الله يبارك فيك. قالوا إنه يوم صالح. نعم. نجى الله فيه موسى من الغرق، يعني لذلك اليهود كانوا يصومون ذلك اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن أو أنا أحق بموسى منكم إن صمت إلى قابل وإن عشت إلى قابل. نعم. لأصومن 9 والعشر. 9 والعشر مخالفة اليهود بمعنى ولم يعش إلى قابل. ولم يعش. نعم. درك الآن إذا كان نقول لكم كاع الاحتمالات الممكنة، إذا كان واحد صام يوم 9 وعاشوراء ورقم 11، هذا أمر يجوز. معنى يصوم يوم الجمعة اللي هو 9
ويصوم يوم السبت اللي هو عاشوراء ويصوم يوم الأحد، هذا مليح ويجوز وله أجر كبير. إذا كان واحد يصوم تاسوعاء وعاشوراء فقط، يعني يوم الجمعة ويوم السبت، هذا أيضا يعني مندوب ومستحب وجميل، كما في الحديث الصحيح ذكروا النبي اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام اللي ما قدرش كما قلت انت زوج أخي، هكذا قلت في سؤالك الثالث، يصوم غير نهار واحد. زوج أختي هذاك واش قدر، هذا واش قدر، رغم أن عاشوراء جا بيوم السبت، حنعرفوا باللي لا نفرد يوم الجمعة أو يوم السبت بالصيام، صيام النافلة، ولكن ما دام عاشوراء تجي يوم السبت يجوز إفراد ذلك اليوم بالصيام وفقط. نعم. لماذا؟ لأن عاشوراء جت في السبت، هذا ما كان. لأن بعض الناس يشوش بيوم السبت، قال لا تصوموا يوم السبت. نعم. والنهي عنه نهي شديدا وغير ذلك. نعم. فتختلط على الناس، يقول لك هل نصوم السبت أو لا. بارك الله فيك يا محمد صالح. الآن يعني باش درءا لهذا التشويش نقولوا يا ناس لازم نكونوا عاقلين وفاهمين. لو كان الإنسان هكذا يصوم يوم نافلة يفرد يوم السبت بالصيام وحده، نعم نستحضر هذا المعنى ونقول لا نفرد يوم السبت بالصيام النافلة وحده، ولكن الذي يخرج هذا الأمر من الحرج أن يوم السبت يأتي بيوم عاشوراء، يعني عاشوراء طاحت يوم السبت، إذن نحن نصوم بنية صيام عاشوراء، ماهوش صيام السبت. ليس السبت، والأيام كلها هي أيام الله، إذن لا حرج إطلاقا بصيام، يعني في صيام يوم السبت فقط لكونه جد فيه يوم عاشوراء، والحرج مرفوع إن شاء الله تعالى، لا خوف ولا وجه. نعم. زوجة الأخ التي ماتت أمها يعني تبكي بكاء مرا، ولكنها يعني وقعت في مخالفة، يعني أثناء الجنازة قالت أنها لطمت الخد وغير ذلك. بالنسبة لهذا الفعل أو هذا الصنيع، هذا من أفعال الجاهلية ومذهب للأجر. نعم. مذهب الأجر، لأنه لازم نديروا في بالنا أجر الصبر على المصيبة. نعم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هذا هو. الإنسان المؤمن يستقبل المصيبة بالرحب، يعني يرحب بها، كما قال القرآن وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نقول قدر الله وما شاء فعل، بالدارجة نقول مرحبا باللي أعطى الله. إذن ربي سبحانه هو اللي حدد الأجل، ربي قال ولكل أجل كتاب. إذن الإنسان ما يسخط، لا يسخط على قضاء الله وقدره، خلاص جاء الأجل ونموت جميعا ونلقى الله حتما جميعا ولكل أجل كتاب. ولكن درك ما دام دارت هذا الفعل فهذا إثم يستحق التوبة، لازم تتوب لربي سبحانه عز وجل. هذا من جهة. من جهة أخرى ما فاتش الحال تسترجع تقول إنا لله وإنا راجعون، وتطلب من ربي سبحانه العفو والمغفرة، وربي سبحانه عفو يحب العفو كريم، يعني يكرمنا جميعا بالتوبة والمغفرة عن جميع الذنوب إذا عدنا إلى الله تائبين. إذا التوبة توب الله عز وجل. أمر آخر تصبر وتحتسب لربي سبحانه لكي تنال الأجر. أتدرين لماذا؟ لأنه بقدر الصبر يكون الأجر. هذه معادلة مهمة جدا. الإنسان بقدر ما يصبر ينال الأجر، وربي قال في القرآن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا سعد الصابرين، إن الله مع الصابرين. آيات كثيرة تؤكد على قيمة الصبر ومعاني الصبر وفضل الصبر وأجره كبير. والإمام الشافعي رضي الله عنه من روائعه في كلامه الحكيم يقول ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. وفي موقف آخر قال كلاما أيضا لطيفا، قال والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب. إذن عليها بالصبر لتنال الأجر الوفير من الله عز وجل. بارك الله فيك دكتور. سؤالها بالنسبة عن صيام يوم العاشر أجبتها. إلى السؤال الموالي، هذا أخوها الذي لا ينفق على زوجته أبدا
ويترك النفقة لأهلها هم من ينفقون عليها؟ هذه اسمحي لي يا أختي، واش تقولي له؟ قولوا المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام واش يقول في الحديث الصحيح؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، في رواية أن يضيع من يقوت، يعني ذنب كبير. يكفيك هذاك الذنب، يكفيك هذا الذنب، يعني كفى بالمرء يعني. إثما. قول اتق الله، راك رجل ينفق، يعني ينفق. وربي قال في القرآن الكريم بما أنفقوا من أموالهم. نعم. وفي آية أخرى خاصة بالنقطة مباشرة. نعم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا لازم يعني يطبق هذه النصوص. نعم. كريمة من تيزي وزو اشترى لها دواء وكذا وقال لك شد عليها دراهم، يعني هذه من نعم. ماشي مليح، سبحان الله العظيم، يعني الرجلة يعني سبحان الله. نعم. يا عجبا. يهو تنازل عنها، يعني تنازل عنها. قولوا يا أخي اتق الله، قولوا راهم يقولوا في سألوا باسمه وباسم محمد صالح، يعني باش. نعم. هكذا يا أخي توقع على هذا أكيد. نعم. بارك الله وأمضي عليه، ولا يتصل محمد صالح وينصحه خارج البرنامج إن شاء الله. قلنا كريمة. أخت كريمة مرحبا لها سلامة. معليش أخت محمد صالح تسمح لي نعطي ملاحظة على المكالمات. لا كذلك. نعم. لا بارك الله فيك. تفضل. واخي محمد صالح اخويا وعزيز علي بزاف ويعلم هذا الشيء جيدا. الاتصالات الحمد لله ضميري في غاية الراحة، عدد الاتصالات كثيرة جدا. لو أعلنت عن الرقم تاع الاتصالات ربما لفوتنا الكثير. نعم. يعني ليلا ونهارا، ولكن سمحوا لي الآن وأنا معكم هنا على المباشر كان اللي يتصل الآن في اتصالات، كاين إنسان يقول لك بالك ما يفوتش نهار الحد ويتصلوا، ماذا أصنع يعني؟ نعم. وممكن اتصل 20 مرة ولا يمكن أن أرد. أتسمحون أن أرد عليه الآن؟ نرفد الهاتف ويخلي ويتعطل هاتف التلفزيون. نعم. أليس كذلك؟ نقول يا أختي كريمة يعني بالنسبة لي ندير كامل واش نقدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فوتنا بهذا الهاتف النقال. نعم. كنا في ساعة من الأمر. وكاش نديروا موضوع افتتاحي على موضوع الهاتف. الهاتف فيه مقال كثير. أما قنوات الاتصال الله يبارك فينا أختي كريمة، أنت وغيرك يعني تصلوا عن طريق الحصص التلفزيونية، مرحبا بكم. وعندكم المكتب أيضا الله يستقبل أكثر من 100 مكالمة في اليوم الواحد، الله يبارك طول النهار ما عدا يومي الجمعة والسبت، يعني القنوات مفتوحة. وفي الحلقات المسجدية أيضا نستقبل الناس بكثير والحمد لله، يعني نحاول نخدموا وخدمتكم شرف. هكا ولتما كريمه شبي ربي تفهم هذا كلشي غادي نير تزمرت غات نخدم. مرحبا لها سلامه فراه جا تليفوني ان شاء الله من فوق تذويل تاقي انزل المغرب وذا مدسي ولا ما يرضى ربي ما تفك ميد خاطر تاقي ذو قروايض. احيانا الانسان يخلي الرقم ونتصل وما نحكمش ماذا اصنع لا ادري، خاطر التكنولوجيا وحدها لا تكفي، كاين القضاء والقدر في هذه المساله. المهم مدسي ولا تما الحمد لله تفضيت كساغبلي وليم اين عنان وغوراكي يقدران أبوك أعطى هبات لجميع البنات، هذا أمر مشروع ما دام كان عادلا وهو حر في ذلك وعليه أن يعدل. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فذا مادام إفكايكم في كل الهبات دي دوناسيون أعطيه الصحة سيبارك ربي مادام يخدم العدل يراون. ولكن باش يروح يسحب منك الهبة أنت بذات هذا مخالفة شرعية، هذه مخالفة شرعية بأي حق. كيفاش كاع أخواتاتك خلالهم الهبات وانت نحالك، هذا أمر لا يصح شرعا مرفوض. إناس نغوار سيوضن باللي أين كي يبغات يخدم ذيريث يفكايم د الهبة إلى قضي الساعة ديال يارم وكذي استمام هكا. ماذا يندني ذاك الكوتي جوريديك الجانب القانوني وكي إن شاء الله كي نتواصل معك هاتفيا تعطي المعطيات، لأن الذي أعرفه أن الهبة ناقلة للملكية. كيعطيك دوناسيون عند النوتير يعني بلي بروسيدور بالاجراءات القانونيه كلها اصبحت انت مالكه. اذا عندك حق انت بالتصرف في تلك الهبه، تمديها لمن شئت كما قلتي نديرها على اسم ابني هكذا، هذا حقك. فاذا فعلت ذلك فهذا حق لك، خاصه اذا بلغك كما قلت الان ان الخبر نتاع انتزاع او سلب الهبه من جديد مرة أخرى. لذلك نقول لك هذا أمر أنا أشكيل عليه، لازم نعرف المعطيات أكثر باش نجاوبك في الحصة القادمة، نجاوبك بالتفصيل حتى في هذا الجانب القانوني. هكذا أختي كريمة ذا كان سيكت سامغليو. بالنسبة للشهر المحرم راكي تصوم الله يبارك، تصوم شهر رجب وتصوم الأيام الأخرى ما شاء الله، ما تصوميش شهر كامل يا أختي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني كما قلت الأيام البيض الهان والسني في يوم الخميس الله يبارك السني الهان وياكل الهان. ماذا شهر الله المحرم
ذا قور يسعى نزل ذا مقران سيدي ربي إلها تزمض أين مزمرض وقول سنة مثلا تزمض تسوعة عاشوراء رقم 11 الله يبارك تزمض الخميس الجمعة الاثنين الخميس تزمض الأيام البيض اجتهدي وهذا القدر كافي إن شاء الله. بالنسبة للدعاء زوجك وولادك بالصلاة أسأل الله لهم الهداية باش يديو الصلاة عاجلا لا آجلا. إن سنس قبايلي ثم كنسينهم مذياز إن يسال المؤمنين يوانرو في الوقت كيد هنا لا ما تشكين عودة تضرو إن سلم ورن تظلا السوق ما يعمر يفرو غاس ما يزنز سلغلا. تفضل. أزف البشرى. أيوة. بالنسبة للمتطلعين والمترقبين لبرنامج والصلح خير. أيوة. بداية هذا الأسبوع ينطلق إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. هكذا؟ يوم الثلاثاء إن شاء الله. يوم الثلاثاء إن شاء الله. إذن يوم الثلاثاء على الساعة 9 مساء ترقبوا برنامج وصلح خير مع زميلتي نجاة قراط وحضرة الفاضل الدكتور سعيد بويسري. نواصل في الأسئلة شيخ. سمية من خمسة. الآن سمية تقع في حرجين، أم الزوج وطالب الطلاق. أم الزوج؟ أم الزوج تتدخل في حياتها كثيرا بينها وبين زوجها وتريد طلب الطلاق لعقم زوجها وتخاف أن تقع في الإثم إذا طلبت الطلاق. هل تقع في الإثم؟ أولا أنت سألتها نعم. هل ثبت عقم الزوج؟ إذا هذا مهم. نعم. أجبتي خوي محمد صح أنه ثبت، فإذا ثبت فلك الحق في طلب الطلاق أو التطليق وليس لك عليك حرج شرعي. لأن طلب الأولاد نعم تكفله الشريعة كلا الزوجين. نعم هذا من مقاصد الزواج. فإذا كان صبرتي تعيشي مع زوجك والله يبارك فيكم ممكن تعيشوا غير مع زوج الله يبارك ولا تجيبوا طفل ولا طفلة دير لهم كفالة يساعدكم. وإذا كان حبيتي التطليق باش تفرقي زوجك ما عندك حتى إثم ولكن بالكلمة الطيبة ماهوش بالرضا هذا ما كان. أما بالنسبة لتدخل أم الزوج في الحياة الزوجية نقول هذه الحموات نقول لهم اتقوا ربي خافوا ربي سبحانه. إذا كان تدخلوا لإصلاح ذات البين باش تزرعوا المحبة بيناتهم الله يبارك. أما كما واحد كما يقول يدخل بين ظفر وبين اللحم يعني ما ينفعش والله ما يصلح هذا الشيء. نسأل الله أن تنتهي هذه الحرب بين العجوزة والكنة ولا العروسة. وأحيانا الكنات هما اللي يغلطوا وأحيانا العجائز هما اللي يغلطوا. ولعل هذا الموضوع يكون في برنامج صلح وخير ونعالجه إن شاء الله بالتفصيل إن شاء الله. أم طارق من البرج زوجها مات في منتصف رمضان الماضي رحمة الله عليه. لأنها وقفة مع موت الفجأة دكتور. في تقرير متلفز مؤخرا في أرقام تشير إلى ارتفاع نسبة موت الفجأة وخاصة بين الشباب. في رأيك يا معناها في أسباب نعم في أسباب موت الفجأة. يعني أولا فيه تعاطي المخدرات لمن يتعاطونها والتدخين وفيه ما يرجعه إلى الأكل. هذه الأكلات السريعة الأكلات السريعة الوجبات السريعة وأثرها على القلب وفيه يعني بدون أسباب يعني موت فجأة توقف القلب وغير ذلك. لكن الأرقام الآن تشير إلى ارتفاع كثير في هذا الموضوع. وموت الفجأة نقرأ عنه يعني مليح ومش مليح. الله قال على الكفار وأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال على المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم أن من رحمة الله بالمؤمن أن يأخذه فجأة يعني أن يموت دون أن يعني عذاب غير ذلك. في هذا الموضوع الله يسلمك سبحان الله. أنت تتحدث يا أخي محمد صاحب بارك الله فيك على هذه الإفادة. وتذكرت واحد من شيوخنا الله يرحمه مختص في التاريخ كان جالس في واحد المناسبة نتاع العرس هكذا في الكرسي كما كانت تحكي أم طارق. وبعدين هكذا أمام الحضور وبكامل صحته وعافيته وزاره الموت وخذ روحه. يعني في عيد الأضحى مرة فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي الأضحى الماضي هذا فقط يعني منذ 20 يوم كان ينحر الأضحية حتى سقط معه. الله أكبر. يعني مات فجأة. الله أكبر. نعم. قصص كثيرة يعني. سبحان الله. يعني احنا نقولوا بالإيمان بالقضاء والقدر مرحبا باللي عطى الله. نعم. أحيانا الإنسان يكون مريض عامين قبل ما يموت وهو مريض. نعم. الأسرة ما تتقلقش نقولوا مرحبا باللي عطى الله عندهم أجر وهم يخدمون هذا المريض
وكذلك هو مستفيد أنه يعني ربي سبحانه يخفف عنه الذنوب نتاعو، يعني يعطيه الحسنات. المريض الصابر، المريض الصابر المحتسب فيه خير. وأحيانا موت الفجاء كما قلت صح تخوف، واحد يرقد وصباح ينوضوه علامة من علامات الساعة، كثرة موت الفجأة. كثرة من علامات الساعة صحيح. ولكن نحن مسلمين مؤمنين نقول مرحبا بالله عطا الله. وتذكرت واش قال الإمام علي ينسب إليه واحد الشاعر لطيف، يقول: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. لذلك الإنسان لازم يعد نفسه إلى الموت. يعني في لحظة يكون في الدار الآخرة. الموت وحده والسبة ماشي وحده. نعم. تعددت الأسباب والموت واحد. ما سؤالها الفقهي؟ سؤالها عن وضع العطر. لا، زوجها مثلا على الموت الفجأة، هذا هو سؤالها فقط. لا، هو قالت لك مات فجأة وسارعوا إلى تغسيله. سارعوا تغسيله وما دلوش العطر. قال لك غسلوه وكفنوه وغير ذلك، لم يضعوا فقط العطر. بما أنه كان تغسيله في الليل أرجعوا الأمر غدا يشريوا العطر ويعطرونه، ولكن انشغلوا بتجهيزه فلم يعطروه. نعم، لا حرج لا حرج يا أختي. عطره، قالت لك هل أخرج عليه عطرا؟ لا تخرج عليه عطره، هو عمله الصالح إن شاء الله. وعطره هو الدعاء كما قال خويا محمد صالح، دعي له، هذا هو عطره. مات في عبادة، مات يأكل بعد فطر. نعم، وصلى المغرب وكذا. يا سعد، وهذه نعم. نهاية حلوة يا أم طارق، نسأل الله حسن الختام. هذه خاتمة حسنة. خاتمة، هذه علامات مبشرات. نعم. أما نساو العطر وكذا ما كاش، المهم غسلوه وكفنوه وصلوا عليه، هذه هو الامور اللي يحتاجها. اما هذه نتاع العطر يعني وان كان تعطير الميت من اداب الجنازه، من اداب الجنازه، ولكن لا حرج يعني. ما كاش مشكله، ان شاء الله ربي يرحمه ويسعد عنده حسن الخاتمه ان شاء الله. ادعي له ونحن ندعو له ايضا بالرحمه ولسائر موتى المسلمين. نعم ان شاء الله. اختي بربيبها ديرها في دراهمها، هذا بالمختصر. بالمختصر المفيد. نعم. 42 سنه أندري ولد ولا 16 17 سنة. أنا قلت كنت أظنه صغير. صدقني أنا كنت فاكر ثاني صغير، يعني 18 20 سنة هكذا، ربما يغروا. 42 سنة وراه يدي يعطيها 100,000. يا حسرة يا حسرة. تعرف واش تقولي له؟ أولا أختك قولي لها باللي باش تقول له هذاك المخلوق هذا واش راه يديه حرام، لا يجوز يعني. نعم. لأنه المنحة هذه خاصة بأختك، يا المنحة هذه خاصة بالأرملة. ما يجيش هذا اللي عنده 42 سنة يقول هذه بابا، ما باباه مات الله يرحمه. نعم. خلاص، هذه المنحة خاصة بأختك، حلال عليها ولا يجوز العدوان عليها ولا يجوز الاستيلاء عليها ولا يجوز باش يدير نفسه هو الوصي عليها، ما هوش وصي عليها ويعطي لها ب100,000. أما كون أختك تحرجت هكذا قالت استحات، قالت ما تحكيوش معه، هي استحات، قول انت نصحيها، قول اسمعنا فلا سالوا بلا راه يقول هذا حقك انت، وزيد باش تنقذوه هو لانه هو راه يدي في الاثم الان. نعم. ما يديرهاش، ما هي رجله، ما هي والو، هذه راه يسرق في الاموال ويستخدم النفوذ نتاعو، بل اخذ هذا المال بسيف الحياه. نعم. وهذه كارثه، سبب حياء أخذ نعم. المال. نعم. الذي ياخذ المال بسيف الحياه هذا لا يجوز شرعا. اما انت قاتلك ما تقوليش انت، انا ننصحك باش تقولي له انقاذا له، هو ايضا يحتاج الى النصيحه، ينصح. والنبي عليه الصلاه والسلام قال الدين النصيحه. نعم. نعم. للاسف محمد من نعم محمد قال الوالد امتنع عن زواجه بفتاة، واصر الزواج منها، وتم الاتفاق بين الأسرتين العائلتين، يعني بين عائلة الطفلة وبين هذا الوالد. الآن الأب هذا السائل، يعني الأخ هذا السائل. أيوة. الآن والد البنت قال لازم يحضر باباك. أيوة. وبابات محمد ما حبش، لا رافض. الآن يا أخي محمد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، العقد هذا، العقد الزواج هذا يعني لازم نفهمه باللي كاين فيه الرضا، الركن الأساس هو الرضا بين الرجل والمرأة. طيب كان الرضا بيناتكم، الذي أعتقده والله أعلم بالصواب أنه بابك لازم يفرح. أنت كي زوج ولدك محمد يعني وخير عائلة ما شاء الله وكذا، هل تعترض؟ منه ليه خير على روحه عليكم. هاو يا أخي تفرح له وتمشي وكذا، ما دام خير خلاص.
أزاح عنا ثقلا كبيرا. الله، ها شوف الكلام، وهذا الكلام هذا هو الكلام نعم. الشرعي. نعم. اما ياتي الوالد يستخدم السلطه يقول لا لا ماشي منا تزوج منا، عليها سيدي. نعم. نعم. النهار اللي تزوج باباه يا اخي ما شاور حتى واحد. باباه يعني بابة محمد كي تزوج بيماه خلاص يعني هو حر. والان هذا الولد السائل هذا الاخ محمد هو حر، الا اذا كان باباك يا اخي محمد نعم اعترض لسبب جدي. نعم لسبب نعم لسبب شرعي جدي، هنا طيع باباك. اما هكذا برك تغنى يعني في الغالب الاعتراض على الاختيار فقط، يعني يحب الوالد هو يختار لابنه. نعم هذه الاشكال. هذه يقولوا الاباء نعم. اتقوا الله. يقول لك انا نجيبها له وانا ما تجيبهاش انت. نعم. يشاورك مليح وكذا الى اخره مليح، ولكن اذا كان كما قال خويا محمد يعطيك الصح، اذا كان الابن هو اللي خير وراح نحلك مشكله مسؤوليه. نعم. تهنيت انت، مشي وحضر وشرف وليدك. نعم. وارفع راسه وحمر وجهه وقول راني معاك، ما تكسرلوش الخاطر نتاعو. نعم. نعم. لو كان تكسر له خاطره في هذا الامر وغدوه يروح يزوج واحده انت تجيبها له، وبعدين ممكن تصرى مش يقول لك انت السبب يا ابي ويوكل عليك ربي، وهكذا. هذه نصيحه للوالد. كثير من الزيجات الطلاق السبب هو هذا. نعم. والنصيحه يا اخي محمد، شوف كاش واحد من الناس المؤمنين يروح يهضر مع باباك ويقول يا فلان اتقي الله وربي يدير الصلح بيناتكم ان شاء الله، ويمشي باباك ويحضر ويكتمل الفرح نتاعك ان شاء الله. نعم دكتور تأذن لي فيه مكالمة ثم نعم. أختنا الحاجة زهرة من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم والسلام والرحمة. أهلا. حبيت نخلي الرقم نتاعي للدكتور سعيد. خلي رقمك ما فيش مشكل. عندي نقول له عندي بني عنده 4 سنين دوك ما يجي لي ما يشوفني لا مرض ولا عيد ولا عواشير ولا. علاه ما يجيش؟ وراك وثاني ياسر مع ديكا. قول لي واش ندير معاه دوكا؟ يعني كاين سبب العداوة هذه ولا لا؟ ما كان سبب على صلاح وبرك، ما كان حتى سبب على جا المرت صد وخلاها، وانا ما قدرتش نخلي الولاد والمراه صد مع اجنبيه وانا ما شتيتلوش الضروره، هذا ما كان. هو حاب يطلق مرته وانت ما خليتيهش الحاجه؟ ما طلق، ما مش مطلقها بصح راح مع اجنبيه. راح مع اجنبيه وخلى مرته؟ وخلى مرته وولاده عربيه ومسلمه وكلش. واضح. الله يصلح حاله يا ربي. واضح. ادعيوا له ان شاء الله. الله يهديه ان شاء الله وينور قلبه ويعمره بالايمان يا رب العالمين. ان شاء الله. خلينا تبقى نعم تبقى على الهاتف، تتواصل معك المخرجه ان شاء الله. هيا صحيتوا يرحم والديكم. السلام عليكم. سلام. نعم. الان الوعده الشيخ يسال عن الوعده والاكل منها ومن ذبيحتها. نعم. وما يقدم للولي الصالح. نعم. شوف يا اخي محمد، يعني ان شاء الله يا ربي اذا احيانا ربي لازم يكون ايضا بعض التفاصيل، خاطر سالني بعض الناس لانه في عاشوراء كان يدير يعني هذه الوعدات والزردات ونقولوا ثيم الشرط وكذا الى اخره، كان اللي يديروها في بعض القرى. باش نعطيو التفاصيل مادام وقت الخصائص قريب خلاص هكذا نحاول نجيب شيء من السرعه. نقول لك يا اخي محمد، اذا كان يروح واحد يعني يجيو القوم ناس يروحوا المقام هذاك وين كان الولي الصالح ويذبحوا ثم سمحوا لي هذه شبهة، أقل ما يقال عنها شبهة. نعم. وقد أمرنا شرعا باتقاء الشبهات، لأنه الذبح لا يكون إلا لوجه الله سبحانه فيها توريط للجاهل. الجاهل يظنها. لأنه الجاهل هو اللي يتورط، يعتقد ربما يقول نعم. نهار هذاك اللي ذبحنا في مقام الولي الصالح كنت مريض بعد بريت وذبحنا ليه. وذبحنا لي. نعم. هذا كله لابد ان ننأى من هذه الامور نتاع الشبهات اللي تخلي تورط الناس يعني كثير منها. هكذا هذا هو النقطه الاولى. النقطه الثانيه، اذا كان الناس ذبحوا في مكان اخر بعيد عن المقام الصالح هذاك مقام الولي الصالح، لا ارى في ذلك حرجا. بصح ياكلوا عنده. نعم. يذبحوا بعيد وياكلوا عنده. ويجيو ياكل ثم ايضا ورطوا ارواحهم في شبهه اخرى. لا درك هذه إذا كان واحد ولي صحنا لسنا ضد أولياء الله الصالحين إطلاقا، بالعكس ندعو لهم بالرحمة ونسأل الله أن نقتدي بهم ونتبع منهجهم، لأنه كل واحد احنا نتكلم على بلادنا وحتى على بلاد المسلمين جميعا كي يقولوا في هذا المقام هذا المكان مات فيه إنسان صالح مؤمن وكذا إلى آخره، يعني المجتمع يرد له هذاك الخير بالتقدير والاحترام ويقول له سيدي
يعني هذا كلام ممتاز، يعني هذا تقدير لهؤلاء العلماء لهؤلاء الصالحين، باش نفوت رسالة مهمة في هذا الباب. ما نقولوش يعني أي واحد يقول سيدي يقول لا 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 يجوز، لا نقولوا سيدي اليوم وغدوة. سيدي خليل احنا نقول سيدي خليل اللي هو صاحب المختصر. نعم. المختصر الفقهي عندنا معروف، الله يبارك، مات منذ 661 سنة ومازال شعوبنا الإسلامية تذكره بخير وتدرس مختصره وتشرحه وكذا، أكثر من 100 شرح معروفة في بلاد الإسلام. بل يقول سيدي خليل. أين الإشكال؟ وعندنا سادة كرام في بلادنا الله يبارك. إذن ولكن لابد الإنسان أن ينأى عن مواطن الشبهات. فإذا إينا عن مواطن الشبهات وندارت زردة ولا وعدة هكذا بعيدا عن هذه الأمور إن شاء الله تعالى، فليس في تلك الوعدة حرج، لا بل لها مقاصد سيأتي بيانها إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. آمين يا رب العالمين. الحاجة زهرة مستاء كثيرا متذمرة من معاداة ابنها لها. أولا الحاجة نشكرك، نقول لك أعطيك الصحة، مادام شفتي وليدك تخلى على زوجته وولاده وانت راكي تحامي على زوجته وولاده، نقول لك بارك الله فيك وربي يجازيك خير ان شاء الله. هذا من جهه. المفروض وليدك يسلم على راسك ويقول كيما بارك الله فيك راكي حافظتي على اولادي وعلى زوجاتي، وربما انت كي نصحتيه وكذا عاداك، يعني ربي يهديه. هذا واش نقولوا له. نعم. تأذن لي آخر مكالمة دكتور. طبعا. نعم لا نطيل عليها ثم نعود للإجابة عن الحاجة زهرة وبشير. بشير من إسبانيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. يا أخويا عندي سؤال من الشيخ. تفضل سيدي بشير، تفضل. بغيت نسول الشيخ، عندي أنا واحد الفلاح كنخدم معاه. نعم. أيه عندي كنخدم معاه شهرين في الدالية، وكنخدم معاه شهرين في الزيتون. ايه. وكنخدم معاه شهرين اخر ما بين المسائل الاخرى مقطعه، ولكن كنسول الشيخ واش ديك الخدمه ديال الداليه ديال الشراب واش حلال عليا ولا حرام؟ والداليه وين؟ كنخدم معاه ايامات في المصير ندخل فين كيعصر داك الشيء، ولكن انا نخدم معاه غير 12 يوم في العام في الداخل. الداليه اللي من يبيعها؟ سي بشير. يا سيدي كيصنع الشراب هو كيصنع الشراب، ولكن انا كنمقصها ونخدم اللقط ونعدل السلك. هذا ثم في اسبانيا؟ في اسبانيا نعم سيدي. هذا غير مسلم هذا؟ نعم نصراني. بغيت نعرف انا الخدمه ديالي واش حلال ولا حرام على هذا الشيء اللي راني ندير. نعم واضح يا بشير. الله يرزقك الحلال يا رب. شكرا. بسلامة سي بشير. دائما كنتصل حتى الان، عاد ربي يسخر لي معكم. امين ان شاء الله، امين. بارك الله فيك. سؤال اخر اذا ممكن. في جمله مختصره، الله يحفظك يا بشير لان الوقت. واحد السيد قال لك سيدي هو كيخلص على الدوله وهو كيخدم منا وملهيه ما مديكلاريش، واش حلال ولا حرام؟ نعم فيه تفصيل يجاوبك الشيخ. شكرا. حاجة زهرة شيخ. إذا وجد لك الشكر، نقول لك بارك الله فيك الحاجة زهراء أنك راكي تحامي ولاده وزوجته، وهو عادك هو آثم جدا، آثم من ناحية الشرعية. نقول لك هو آثم كونك تحمي زوجته وولاده. كملي في هذا العمل، ما تيأسيش، وادعي له بدعوة الخير، ربي يهديه إن شاء الله، ونسأل الله له الهداية وأن يرزقه وأن يوفقه إلى السداد في الرأي والتوفيق في العمل. هذا واش ويحتاج إلى نصيحة، لأن وليدك ممكن هكذا يضيع، يخلي مرته ويخلي ولاده ويروح وعدة أجنبية ويضيع، وبعدين يندم ربما بعد سنوات. بشير يا شيخ. أخ بشير في اسمه. يا أخي بشير، أمرنا أن نعمل في الحلال. نعم. تخدم مع واحد حتى ولو كان يهوديا أو مسيحيا في الزيتون ولا في الحلال اخدم. أما تخدم مع في الدالية يعني العنب وانت تعلم بأنه يصنع به شراب اللي حرمه ربي سبحانه، فهذا لا يجوز شرعا. السؤال الثاني واش قال؟ اللي يخلص على الدولة ويعمل من هنا وهناك، شو ما الشيخ اللي يخلص على البطالة ولكن عنده أعمال أخرى. شوف يا أخي، احنا أمرنا أن نكون صادقين مع كل الناس. إذا كان واحد راه خدام يقول أنا خدام، إذا كان شومور يعني بطال يقول بطال. الذي تعتبره الدولة عملا، يعني ما يعتبر يعني في القانون اللي في الدولة اللي راك عايش فيها، لازم المواطنين الجايين لازم تحترم قوانين تلك الدول.
إلى تفصيل آخر إن شاء الله. شكرا دكتور سعيد، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، تحيات الزملاء من الخامسة قناة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.